عمرك حسيتي قبل كده إن في حاجة جواكي بتشدك لورا؟ كل ما تقرري تبدأي خطوة جديدة في حياتك بتحسي إنك خلاص قربتي من حلمك وقربتي توصلي للنهاية، ويجي الخوف يقولك في ودنك استني شوية، لسه مش دلوقتي، وفعلا تبدأي ترجعي خطوة لورا. وده معناه مش إنك ضعيفة، لكن معناه إنك مش مصدقة إنك فعلا تقدري. وعلى طول في صوت جواكي اللي هو صوت الخوف يفضل يقولك أنا خايفة أفشل، أنا خايفة الناس تضحك عليا، أنا خايفة أبدأ وأندم، أنا مش جاهزة دلوقتي، أنا مش واثقة في نفسي. وطبعا كلنا فاكرين إن الخوف ده هو أكبر عدو لينا، لكن الحقيقة الخوف مش هو العدو، والخوف هو العلامة اللي بتقولك إن اللي قدامك مهم جدا. الخوف بيظهر بس لما تبقي داخلة على حاجة ليها معنى كبير أوي عندك. والفيديو ده مش هنحاول نمسح الخوف، لكن هنكتشف سوا نتحرك معاه ازاي، مش ضده. هنفهمه ونتصاحب عليه ونخليه وقود بدل ما يكون قيود. خدي معايا نفس عميق وخلينا نبدأ الرحلة. فيها 5 مفاتيح، كل مفتاح هيفتح لك باب جديد جوه نفسك. بس قبل ما نبدأ ننزل نصلي على النبي في التعليقات ونعمل لايك واشتراك في القناة، ويلا بينا نبدأ. أول مفتاح معانا وهو افهمي خوفك. طب هفهمه ازاي؟ هقولك الخوف مش دايما عدوك، هو في الأصل جهاز إنذار ربنا خلقه فينا. هو اللي بيخليك تبصي يمين وشمال قبل ما تعدي الشارع، هو اللي بيخليك تذاكري عشان في امتحان وخايفة تسقطي فيه. الخوف الطبيعي يا بنات مفيد، لكن لما يزيد بيبقى زي الشخص اللي بيحاول يحميكي بس بطريقة مؤذية. وطبيعي أي حاجة جديدة أو مجهولة دماغك بتفهمها إنها خطر. مجرد فكرة إن أبدأ مشروع جديد أو أتكلم قدام الناس مخك هتلاقيه تلقائي بيترجمها على إنها خطر. الخوف بيخلق أفلام في دماغك ما بتحصلش أصلا. زي لو فكرت تفتحي بيزنس صغير هتلاقي دماغك على طول بتقولك طب أنا لو منجحتش، لو فشلت، شكلي هيبقى إيه قدام الناس؟ فهتخافي، فهترجعي عن مشروعك. فأول مفتاح معانا بيقولك افهمي إن الخوف مش إشارة عن انت توقفي، ده إشارة بتقولك إن في حاجة مهمة هنا. خدي بالك بدل ما تسيبيها تخبطك، وديها دليل على إنك ماشية على الطريق الصح. المفتاح التاني اعرفي نوع خوفك. مش كل خوف شبه التاني، لأن كل خوف ليه جذور مختلفة، وكل نوع محتاج طريقة تعامل مختلفة. وهنا في 4 أنواع للخوف. أول نوع معانا هو الخوف من الفشل. ده يمكن أكتر خوف بيوقف ناس كتير. تحس إنك لو فشلتي الناس كلها هتتكلم عليكي، لو فشلتي هيبقى تعبك كله راح على الفاضي. بس بصي كده على أي شخص ناجح، أي شخص ناجح انت تعرفيه هتلاقيه فشل قبل ما ينجح. الفرق الوحيد بينك وبينه إن هو موقفش، لأن الفشل الحقيقي هو إنك ما تحاوليش، مش إنك تغلطي. الفشل الحقيقي إنك تستسلمي. تاني نوع من أنواع الخوف معانا الخوف من كلام الناس. أوقات كتير أوي بنتصرف كأن الناس قاعدة تراقبنا 24 ساعة، بس الحقيقة الناس بتنسى أسرع مما تتخيلوا. اللي ضحكوا على حد من 3 شهور دلوقتي مش فاكرين حتى اسمه. رأي الناس مؤقت، لكن اختياراتك هتعيش معاكي طول حياتك. تالت نوع معانا من أنواع الخوف وهو الخوف من المجهول، اللي هو طب وبعدين، طب يا ترى ايه اللي هيحصل، طب لو مشيت في الطريق ده وتعبت. أسئلة كتير أوي بتخوفنا، بس عايزة أقولك عمر الطريق ما هيبان وانت واقفة مكانك. اعرفي دايما إن الخطوة الأولى هي اللي بتنورلك الطريق لقدام. رابع نوع خوف معانا وهو الخوف إنك مش كفاية. يعني أنا مش جاهزة كفاية، أنا مش واثقة كفاية، أنا مش زي غيري. بس أنا عايزاكي تسألي نفسك هو إمتى
كنت محتاجة تكوني كاملة عشان تبدأي. كل الناس اللي بدأوا كانوا ناس عاديين جدا، بس الفرق بينك وبينهم إن هم اتحركوا قبل ما يكونوا مستعدين. المفتاح التالت، شوفي تأثير خوفك وصلك لإيه. الخوف مش بس بيوقفك، ده كمان بيسرق منك حاجات كتير جدا. بيسرق طاقتك وبيقلل ثقتك بنفسك وبيخليك تشك في نفسك حتى في أبسط الأمور. وساعات بتلاقي نفسك بتعملي كل حاجة للناس، لكن لنفسك لأ، مش بتعملي اللي نفسك فيه. وبتبقي برضو شاطرة قوي في تشجيع غيرك، بس عاجزة على تشجيع نفسك. وفي خطوات بتخافي تاخديها وتقولي مش وقتها، وبعد سنة تلاقي نفسك إنك لسه في نفس المكان. عايزاكي تعرفي إن الخوف بيحب التأجيل قوي قوي، ويفضل يقولك استني شوية، بس للأسف الشوية دول بيطولوا قوي، وتعدي السنين وانتي لسه مكانك. خدي بالك، الخوف بيبقى شكله راحة، بس هو راحة مزيفة. الراحة الحقيقية جوه الحركة، مش جوه ان انتي تفضلي قاعدة مكانك. المفتاح الرابع معانا، خطوات عملية للتحرك رغم الخوف. والمفتاح ده جواه 7 خطوات هنعرفهم مع بعض. الخطوة الأولى، سمي الخوف. أيوة سميه. اكتبي على ورقة أنا بخاف من إيه بالظبط. مش كفاية تقولي أنا خايفة وخلاص، قولي أنا بخاف من الناس تضحك عليا في كذا، أنا بخاف أفشل من كذا، أنا بخاف أحس بالإحراج من كذا. لما تسميه بيصغر، لكن طول ما هو مجهول بيكبر. الخطوة التانية، افصلي بين الخوف والحقيقة. مش كل إحساس خوف معناه إن في خطر. اسألي نفسك، هل فعلا في دليل على اللي أنا فيه، على اللي أنا خايفة منه، ولا ده مجرد أفكار في دماغي وخلاص. الخطوة التالتة، ابدأي بخطوة صغيرة جدا. مش لازم تبني جبل في يوم، ابدأي بحاجة صغيرة جدا. اكتبي أول سطر، اعملي أول مكالمة، نزلي أول فيديو حتى لو بسيط. الخطوة الصغيرة دي هي اللي بتفتح الباب الكبير. الخطوة الخامسة معانا، احكي خوفك لحد بتثقي فيه لما تتكلمي. الخوف بيخفف الكلام وبيكسر العزلة وبيفك التوتر اللي في صدرك. الخطوة السادسة معانا، فكري في المرات اللي عديتي فيها. أكيد عديتي بمواقف كنت فيها خايفة، بس في الآخر عديتي. فاكرة أول مرة كنت داخلة فيها امتحان كان صعب، أو أول مقابلة شغل ساعتها كنت خايفة إزاي، بس ربنا كرمك وعديتي. والنهاردة لما تفتكري اللحظات دي بتضحكي عليها. هو نفس الموضوع بيتكرر، بس على مستوى أكبر. الخطوة السابعة وآخر خطوة في المفاتيح، خدي الخوف معاكي، لأن الخوف مش هيختفي، بس تقدري تمشي معاه. تقدري تقوليله تعالى، بس أنا اللي هسايقة النهاردة. خليه يبقى راكب معاكي، مش هو اللي ماسك الدركسيون. المفتاح الخامس معانا والأخير، التحول بالشجاعة. هتيجي لحظة هتكتشفي فيها إنك بقيتي أقوى. الخوف موجود، بس ما بقاش يتحكم فيكي كل مرة. بقيتي تقدري تتحركي رغم خوفك، بتكسبي نقطة جديدة. الشجاعة مش غياب للخوف، الشجاعة هي الحركة رغم وجوده. الشجاعة لما تبصي للخوف في عينه وتقوليله أنا مش ههرب منك تاني، أنا هكمل كل خطوة صغيرة بعملها. هي إعلان إنك حرة، كل موقف تختاري فيه نفسك هو انتصار صغير، بس بيغير حاجات كبيرة جدا جواكي. وبكده نكون خلصنا 5 مفاتيح الخوف. بس قبل ما نختم، فكري في الجملة دي، الشجاعة الحقيقية مش قبل الفعل، الشجاعة الحقيقية بتيجي بعد. ابدأي رغم خوفك، اعملي الخطوة اللي بتأجليها بقالك شهور. خلي خوفك يمشي معاكي مش يمنعك. كل مرة تحركي فيها بدل ما تستني، قولي لنفسك أنا مستعدة حتى لو مش جاهزة. وده هو السر الحقيقي للقوة. وبكده نكون الفيديو بتاعنا النهاردة خلص. مستنية رأيكم في التعليقات، وعمل لايك على الفيديو ونصلي على النبي.